حياكم الله مشاهدينا الكرام، نشرة إخبارية من فضائية كركوك نستهلها بأبرز العناوين. كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب تجتمع في كركوك بإشراف أسومامند المشرف على كركوك وصلاح الدين للاتحاد الوطني الكردستاني. قائد شرطة محافظة كركوك يؤكد وضع خطة أمنية خاصة بشهر رمضان المبارك بالتعاون مع كافة صنوف الأجهزة الأمنية. عدد من وكلاء الغاز في محافظة كركوك ينظمون وقفة احتجاجية بسبب قلة تجهيزهم بالغاز. هادي العامري يؤكد أن الإطار التنسيقي لن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر. مصطفى الكاظمي يزور وزارة الداخلية ويصدر عدة توجيهات لتعزيز الأمن والسلم المجتمعي. التفاصيل أهلا بكم. عقدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب اجتماعا في مبنى المكتب السياسي في كركوك. اجتماع كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية عقد بإشراف أسومامند المشرف على كركوك وصلاح الدين للاتحاد الوطني الكردستاني وبحضور عدد من أعضاء المجلس القيادي ونواب محافظة كركوك في الدورة السابقة لمجلس النواب. وجرى خلال الاجتماع تقييم المشاكل والمعوقات التي تقف أمام تحسين أوضاع المناطق المتنازع عليها ووضع خطط وبرنامج عمل لحل المشاكل التي تعاني منها كركوك. أكد النائب عن محافظة كركوك صباح حبيب أن ارتفاع تسعيرة أمبير المولدات الأهلية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك يشكل ثقلا على كاهل المواطنين. وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني صباح حبيب لفضائية كركوك إن تسعيرة أمبير المولدات الأهلية في كركوك لهذا الشهر مرتفعة جدا على الرغم من تحسين تجهيز المواطنين بالكهرباء الوطنية، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل لحل هذه المسألة. وأضاف أنهم كنواب في المحافظة سيستخدمون الصلاحيات الدستورية والقانونية للحد من أي ظلم يلحق بمواطني كركوك الضرر. فوجئ أهالي كركوك بتسعيرة المولدات المرتفعة كسابقتها من الأشهر الماضية، وهذا ظلم ضد أهالي كركوك رغم تحسين هذه الشهر تحسين تجهيز الكهرباء في كركوك. هذا تخالف تسعيرة لهذا الشهر. نطالب جهات المختصة ونحن كنواب سوف نقوم بتلك الصلاحيات الدستورية والقانونية لإيقاف هذا الظلم ضد مواطنينا في كركوك، ونطالب برئيس مجلس الوزراء بزيارة كركوك لحل هذه المشاكل الموجودة ضد مواطني كركوك. أكد قائد شرطة محافظة كركوك العميد كاوى غريب وضع خطة أمنية بالتعاون مع كافة صنوف الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار بشكل أكبر خلال شهر رمضان المبارك. وذكر العميد كاوى غريب خلال حديثه لفضائية كركوك أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لتأمين أجواء رمضان في كركوك، داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية. قدم التبريكات والتهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك على أهلنا في محافظة كركوك، وهذا الشهر شهر من شهر الخيرات وشهر التسامح، ونحاول احنا بكل جهدنا تقديم أفضل خدمات أمنية لكل المواطن الموجود داخل المدينة وخارج مدينة كركوك. ولهذا الغرض تم تهيئ خطة أمنية خلال هذا الشهر بمشاركة قيادة المقر المتقدم وكافة الأجهزة العاملة الموجودة داخل مدينة كركوك لخدمة المواطن وأينما يكون. أطلب من المواطنين الكرام يعني التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية وبالأخص الأجهزة الشرطة، أينما يرون حدث، أينما يرون أمر محرج، أرقام تليفوناتنا ساخنة موجود 345 104. خلال لقائهم في هذه التليفونات نقدر نحسم الموقف قبل الحدث. نظم عدد من مواطني حي الأسرى والمفقودين في كركوك وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة النظر بقرار هدم منازلهم المحاذية لنهر الخاصة لوجود خطة لإكساء ضفتي النهر وتحديد مساره،
مدير بلدية كركوك المهندس فريدون عادل الذي زار المكان استجابة لمناشدات مواطني المنطقة أوضح بأن المشروع يقع ضمن خطط دائرة الموارد المائية في كركوك، وهو مشروع تحديد مسار نهر الخاصة وإكساء ضفتيه، لافتا إلى بذل كل الجهود مع الجهة المختصة بهدف حل المشكلة. المشروع ليست هي من مشاريع البلدية. تبين أن المشروع هي مشروع دائرة الموارد المائية، حيث تقوم دائرة الموارد المائية من خلال هذه المشروع بوضع مسار لتحديد مسار نهر الخاصة وتكسية الحافات لجمالية المنطقة وتنظيم تنظيف البيئة في هذه المنطقة. لكن بعد التباحث مع أهالي المنطقة حيث استمعوا إلى المهندسين الذين أتوا إلى هذا المكان بأن قيل لهم بأن 75 متر سيهدم من عرض هذه على طول هذه المسافة. هذه 75 هي من محرمات نهر الخاصة، ونحن كبلدية كركوك لن في 2021 لم نقدم هذا المشروع إلى محافظة كركوك، وفي 2022 الخطة التي قدمناها إلى المحافظة لا توجد فيها هكذا مشروع في الشوارع في ضفاف نهر الخاصة، وإن شاء الله سيحل بعد التباحث والمداولة مع نواب كركوك. جايب جريدر منزله على الخاصة، والله أنا حدي أخذ 75 متر على المنطقة. طب ليش أدري شنو يعني هالمنطقة يعني وين تروح؟ كم بيت؟ 1000 بيت، 3000 بيت، 4000 بيت يفلشه على مو شنو يسوي شارع؟ يعني شارع هسه صار. ليش قبل ما يجي العالم يقعد كان قال يابا تعال انت دولة، تعال يابا انتم ليش تجون تبنون هنا؟ اسوي شارع. احنا نطالب لا يفلشونه، خليه ينزل شويه، اذا اكو قطعه زايده مثل حديقه زايده خليه يشيله ما يخالف، بس البيت اللي احنا قاعدين جوا لا يفلشه. وين نروح؟ تظاهر عدد من وكلاء الغاز في محافظة كركوك قرب إحدى محطات تعبئة الغاز السائل احتجاجا على قلة التجهيز. وكلاء الغاز أكدوا خلال حديثهم لفضائية كركوك أنهم يلاقون صعوبة في تجهيزهم بالغاز، خصوصا وأنهم باتوا يجهزون مرتين في الأسبوع بعد إن كان التجهيز يوميا. احنا وكلاء معمل غاز حكومي، يعني احنا مو تقول معامل شلون ما شلون اهليه لو غير شيء. احنا نريد حق المواطن، ما نريد مصلحتنا، احنا نريد حق المواطن. من تطلع على الشارع تنطي للمواطن، ما راح منطين الغير جهات. مشكلتنا نريد الغاز يتوفر مثل قبل. ليش صار شهر لا والله مو شهر، تقريبا صار بحدود 3 أشهر صارت أزمة قوية، والعالم هبت على المعمل هذا وعلى بنزيخانة مال عقبة بن نافع. العالم الصيع غاز ماكو. احنا شو نريد مطلبنا بس يوفرون الغاز للمواطنين. زين. اي طيب. هسه قبل تحميلنا شان يوميا تجي تحمل، هسه بالاسبوع ما تحصل مرتين. أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن العملية السياسية مبنية على 3 مرتكزات رئيسية هي الاتفاق والشراكة والتوازن. وقال العامري أن استقرار العراق هو استقرار المنطقة، وعلى الجميع معالجة الانسداد السياسي من أجل استقرار المنطقة، موضحا أنه يسعى إلى تفاهم بين القوى السياسية الشيعية، وبالتالي يؤدي إلى تفاهم بين القوى السياسية الكردية وينهي الانقسام الحاصل. وأضاف أن الإطار التنسيقي لن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تحفظ حق المكون الشيعي في الحكومة والاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار السياسي يولد عدم استقرار أمني، معبرا عن قلقه من الرجوع إلى الفترات التي آلمت العراق. وأضاف العامري أن العملية السياسية منذ 2003 وإلى اليوم بنيت على 3 مرتكزات رئيسية هي الاتفاق والشراكة والتوازن. أكد قياديون وسياسيون أن الأوضاع في العراق تتجه نحو المجهول بعد خرق التوقيتات الدستورية وفشل مجلس النواب في عقد جلساته لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب انعدام النصاب القانوني.
مشددين على ضرورة التفاهم والحوار بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وخطوات تشكيل الحكومة. الأزمة السياسية الراهنة في العراق التي تحول دون استكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة لا زالت قائمة، فيما بدأ الإطار التنسيقي حراكا سياسيا وإطلاق مبادرته الجديدة لمعالجة الانسداد السياسي في خطوة يتأمل منه الشارع العراقي والسياسي منه بالتحديد إنهاء الانسداد السياسي وتشكيل حكومة توافقية لا يهمش فيها أي طرف. ويقول النائب في الإطار التنسيقي محمد الصيهود إن الأزمة بين الأطراف الشيعية هي امتداد لأزمة بين جميع الكتل السياسية، وإذا كان التحالف الثلاثي يريد تشكيل حكومة بمفرده فإن الإطار التنسيقي والأطراف المتحالفة معه لا يريدون تهميش الأطراف الأخرى. ويضيف إن على الإطار التنسيقي والتيار الصدري الاتفاق لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا. من جانبه يرى رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي إن الاستعصاء السياسي لا زال مستمرا، وهو من مظاهر أزمة أعمق ما يتطلب ضرورة تشكيل الحكومة وتعديل المسار السياسي باستخلاص دروس سابقة كانتفاضة تشرين والانتخابات ونتائجها. وأوضح إن الصراع حول مفهوم الأغلبية والتوافق انعكاس للواقع، وإن الاحتقان السياسي يدفع باتجاه قرارات جديدة كحل مجلس النواب وامتدادات أخرى تصل إلى خارج مجلس النواب ونحو طرق أخرى لا يمكن التنبؤ بها. القيادي في الإطار التنسيقي جواد الغزال من جانبه أكد إن هدف الإطار في هذه المرحلة رسم سياسة تشكيل الحكومة باتفاق جميع الأطراف، ويشير إلى أن الخلافات بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي ليست شخصية أو مصلحية، وإنما تأتي لضمان مصلحة الجميع، مبينا أن الإطار التنسيقي أياديه ممدودة للجميع لتشكيل حكومة وطنية وحسب الاستحقاقات. من جهته قال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي إن الإطار منفتح على كل القوى السياسية ويحاور ويفاوض كل الأطراف السياسية الفاعلة، ولهذا سيكون له جولة تفاوض وحوار مع التيار الصدري. وبين الفتلاوي إن الإطار التنسيقي يؤمن إن حل الأزمة السياسية يكون من خلال اتفاق وتوافق كل الأطراف السياسية من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة السياسية التي يعيشها العراق منذ أشهر طويلة دون أي حلول. أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عددا من التوجيهات لتعزيز الأمن والسلم المجتمعي في البلاد. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن الكاظمي زار مقر وزارة الداخلية والتقى قيادات الوزارة وملاكاتها، مشيرا إلى أنه أصدر خلال زيارته عددا من التوجيهات لتعزيز الأمن والسلم المجتمعي. ووجه الكاظمي قادة الشرطة برفع حالة الاستعداد الأمني ووضع خطط جديدة لنشر موارد الشرطة الميدانية وفقا لمناطق التواجد الاجتماعي خلال شهر رمضان كالمطاعم والحدائق والجوامع والمراقد المقدسة والأسواق، مع مواصلة الزيارات الميدانية والتواصل في كل الأوقات. كما تطرق رئيس الوزراء إلى آفة المخدرات، حيث شدد على وجوب التعامل معها معاملة الإرهاب. ختاما، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.